قال رحمه الله: فإن سالك هذه الطريق إن فاته حظه من الدنيا فقد ظافر بالحظ العالي الذي لا فوت معه. هذا تنبيه مهم جدا، يعني قد يفوت من يسلك هذا الطريق بعض الحظوظ الدنيوية، فلا عليك، مثل ما جاء في الحديث: لا عليك ما فاتك من الدنيا، ما دمت في غاية أجل ومطلب أعلى، لا عليك، لن يضرك، لن ينقص من شأنك شيء. لا عليك ما فاتك من الدنيا، لا يفكر في هذا الأمر، وإنما غايته ومقصده هو رضا الله سبحانه وتعالى بفعل ما يرضيه سبحانه وتعالى.